ما كاين حتى شي طفل كيتولد وهو باغي يقتل، وما كاينش شي رضيع كيخرج للدنيا وعنده الحقد في قلبه. ما كاين حتى انسان صغير كيتمنى يدمر حياة الناس. كل شي كيبدا بنفس الطريقة تقريبا، عينين بريئين، قلب صغير، وخوف صغير من عالم ما كيعرف عليه والو. ولكن كيفاش هاد الطفل بحد ذاته يقدر يكبر ويولي انسان قاسي؟ كيفاش واحد كان كيبكي من كلمة يولي قادر يجرح بلا إحساس؟ كيفاش إنسان كان محتاج الحب يولي مصدر الأذى؟ فين كيوقع التحول بالضبط؟ واش كيبدا في التربية، في الإهانة، في التنمر، ولا في القسوة اللي كيتعرض ليها الإنسان حتى كيبرد قلبه؟ ولا الشر أصلا كان ساكن لداخل ديالنا كاملين وغير كيتسنى اللحظة المناسبة باش يبان؟ حيث الحقيقة المرعبة هي أن أخطر الناس في هذا العالم ما كانوش دائما وحوش. البعض منهم كانوا أطفال عاديين جدا، كيضحكوا، كيحلموا، وكيقلبوا على الاهتمام والحب. ولكن شي حاجة تكسرت فيهم، شي حاجة خلتهم يشوفوا العالم كغابة والرحمة كضعف. ومن ثم بدأ تحول بطيء صامت ولكن مرعب، حتى ولا الإنسان اللي كان ضحية وهو بحد ذاته مصدر الألم. إذا السؤال ماشي علاش كاين ناس أشرار، ولكن شنو كيوقع داخل الإنسان حتى كيموت فيه الخير. الناس كيبغيو يقسموا العالم بطريقة بسيطة، هذا زوين، هذا خايب، هذه ملاك، هذه شيطان، حيت الدماغ البشري كيرتاح للأجوبة السهلة. لكن الواقع أعقد بزاف، حيت الشر ماشي دائما كيبان على شكل وحش. أحيانا كيبان على شكل إنسان عادي جدا، كيضحك، كيخدم، كيهضر بلطف، وكيبان محترم، ولكن لداخل عالم آخر، عالم عامر بالغضب، الحقد، والألم القديم. وأحيانا الإنسان ما كيتولد شرير، هو فقط كيتكسر مع الوقت. تخيل معايا طفل صغير، كل مرة كيبكي كيتقال سكت، كل مرة كيخاف كيضحكوا عليه، كل مرة كيحتاج الحب كيلقى الإهمال، كل مرة كيحاول يهضر كيحقروه. بشوية بشوية كيوقع ليه تحول خطير جدا. القلب كيبدا يولي قاسي، المشاعر كتبدا تموت، والألم كيتحول لغضب، ومن بعد الغضب كيتحول لبرودة. وهنا كيبدا الإنسان يفقد جزء من إنسانيته، حيت الإنسان ملي كيتجرح بزاف كيولي محتاج يحمي راسو، وأحيانا كيختار أقصى طريقة ممكنة. المجتمع كيقول لينا كون قوي، ولكن قليل اللي كيعلمنا كيفاش نكونوا سالمين نفسيا. كيعلموا الطفل يخبي دموعه، ولكن ما كيعلموهش كيفاش يعبر على الألم ديالو. كيقولوا ليه الرحمة ضعف، الثقة غباء، إلا ما كليتيش غادي ياكلوك. وبشوية بشوية كيبدا يشوف العالم كساحة حرب، وكل واحد فيها عدو محتمل. وأخطر حاجة ممكن توقع للإنسان هي ملي كيولي الألم ديالو بلا معنى، حيت الإنسان يقدر يتحمل معاناة، ولكن صعيب عليه يتحمل إحساس أن المعاناة ديالو ما عندها حتى قيمة. ومن هنا كيبدا الشر. أحيانا كاين اللي كيقرر إلا تألمت أنا حتى الآخرين خاصهم يتألموا، وكاين اللي كيقرر العالم كان قاسي معايا حتى أنا غادي نولي قاسي. وهنا الضحية كتبدا تحول لوحش. ولكن خاصنا نكونوا واضحين، المعاناة ماشي تبرير. كاين ناس تعذبوا بزاف وبقاو طيبين، وكاين ناس عاشوا الجحيم ومع ذلك عمرهم ضرموا شي واحد. إذن علاش كاين ناس كيكسرهم الألم وشي وحدين كيحولهم لوحوش؟ يمكن الفرق كاين في قرار صغير جدا، قرار كيوقع في واحد اللحظة مظلمة، اللحظة اللي كيقرر فيها الإنسان أنه يخرج داك الألم ديالو في الناس. والحقيقة اللي الناس ما كيبغيوش يسمعوها هي أن الشر موجود داخل كل إنسان،
حتى الإنسان الطيب عنده جانب مظلم، عنده غضب، عنده عنف، عنده رغبة في الانتقام. ولكن الفرق هو شكون اللي كيتحكم في شكون، حيت داخل كل واحد فينا كاينة حرب صامتة بين الرحمة والقسوة، بين الإنسانية والوحش اللي فينا. تاريخ كامل عامر بأشخاص كانوا كيعتبروا راسهم ناس مزيانين، ومع ذلك داروا أشياء مرعبة. علاش؟ حيت الإنسان خطير بزاف ملي كيقتنع أن الشر ديالو مبرر، كيقتل باسم العدالة، كيكره باسم الدين، كيظلم باسم الحب، كيآدي باسم التربية. وفي هاد اللحظة الشر ما كيبقاش يبان شر، كيبان ضروري، وهذا أخطر نوع ديال الوحوش. ولكن واش المجتمع بوحدو مسؤول؟ لا، حيت كاين ناس ترباو وسط الحب ومع ذلك طلعوا مؤذيين، وكاين ناس عاشوا الجحيم وبقاو أنقياء. يمكن الحقيقة أعقد من هاد الشي كامل. يمكن الشر ما عندوش سبب واحد، يمكن كيتولد منين كيتلاقاو بزاف الحوايج: الألم، الخوف، التربية، الصدمة والاختيارات. ويمكن أكثر فكرة مرعبة هي أن أي واحد فينا يقدر يتحول شخص ما كانش متخيل يولي بحاله، إلا تحط في ظروف معينة، إلا تجرح كفاية، إلا فقد الأمل كفاية. وهاد الشي علاش قبل ما نسولو علاش هاد الإنسان شرير خاصنا نسولو شنو وقع ليه حتى مات فيه هاد القدر كامل ديال الإنسانية. شنو رأيكم نتوما؟ واش الإنسان الشرير كيتولد هكا، ولا المجتمع هو اللي كيخلقو، ولا الحقيقة أخطر وأعقد من بجوج؟ كانت هذه حلقة اليوم، تهلاو في راسكم ونتلاقاو الحلقة الجاية.